عملها وقشرها وسواها. رمضان صبحي. اديني رمضان اديني رمضان قلنا عالصحاب هنقول رمضان اديني رمضان. شايفه رحيل رمضان صبحي لستوك سيتي هيأثر على النادي الاهلي الفتره الجايه؟ اكيد طبعا، هو اهم لاعب في النادي، اكيد هيأثر جامد. رحيل رمضان صبحي لستوك سيتي هيأثر على الاهلي الفتره الجايه؟ اكيد لا طبعا، لان الاهلي ما بيقفش على لعيب او اتنين او تلاته. لو كان هيقف على لعيب كان وقفنا على ابو تريكه، وقفنا على بركات، وقفنا على اكتر من لعيب، يعني مش لازم هيقف على رمضان صبحي. لستوك سيتي هيأثر على النادي الاهلي الفتره الجايه؟ هو طبعا اكيد هيأثر، لان رمضان صبحي ورقه رابحه جدا في الاهلي، وشاب صغير وممكن عنده عطاء كبير. لستوك سيتي هيأثر على النادي الاهلي الفتره الجايه؟ هو طبعا هيأثر على النادي الاهلي، لان اللي انا شايفه دلوقتي ان النادي الاهلي رمضان صبحي عنصر اساسي فيه، يعني لعيب اساسي فيه. بس هو رمضان يستاهل بصراحه، لان هو بيرفع المستوى بتاع اللاعبين المصريين ان هم يحترفوا بره اكتر. اكيد هيأثر، لان هو لاعب مهم جدا، واحتراف اي لاعب في نادي الاهلي بيأثر على النادي من خلال الدور اللي هو كان بيقوم بيه في الفريق، وفجأة بيروح لمكان تاني، فبتحسي ان في تأثير شوية من خلال الشخص اللي هيجي بعده. انت ما تعرفيش بيلعب ايه، تعرفيش اصلا هيكون لعبه ده هيأثر في الفريق نفسه ولا هيكون لسه جديد. لا، هتديله فرصه، لان هو لسه صغير في السن. انت عايز يفضل في الاهلي؟ بس هو ياخد فرصه برضك، لانه لسه صغير من حقه ياخد فرصه في الاحتراف بره. شايف مين ممكن يبقى مكان رمضان صبحي الفتره الجايه؟ انا شايف مثلا لو رجعنا كريم نيدفيد وكريم حافظ اللي هو محترف دلوقتي، الناس دي يعني محتاجه ان هي ترجع، وطلعنا ناشئين جديد. اكيد احنا زي ما طلعنا رمضان صبحي عندنا ناس تانية نقدر نطلعهم. موجودين. حضرتك مين بديل رمضان صبحي الفتره في كتير موجودين. لا يعني في النادي الاهلي في الاشبال في قطاع الناشئين لعيبه كتيره قوي ما ظهروش حتى، يعني يمكن ما خدوش فرصتهم. لو بصوا عليهم هيلاقوا بديل ليه كتير قوي. انا اعتقد طبعا ان موجود عبد الله السعيد موجود، ممكن يسد الفراغ دوت، وفي مؤمن زكريا، وفي لعيبه كتير. مين ممكن يبقى بديل؟ الشيخ. شايف ان هو ياخد فرصته؟ ممكن احمد الشيخ يحل محله، ياخد فرصته يعني. اكيد طبعا، بس اكيد لازم يبقى ليه بديل افضل طبعا في الاهلي. ممكن من بره النادي. انا شايف انه ممكن يبقى صالح جمعه مثلا في الاهلي، بس محتاج انه يعني يبقى على قدر مسؤوليه رمضان صبحي ده اكيد. وفي احنا عندنا طبعا عبد الله السعيد مكانه، بس ما حدش يحل مكان رمضان صبحي ولا في الاهلي ولا في منتخب مصر. انا شايف الفتره الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي. لا هو بصراحه في كتير، في احمد الشيخ ممكن يعوض مكان رمضان صبحي. في عندنا عمرو جمال كويس جدا. في اللعيبه القدام يعني عماد متعب، الناس كتير بتتعلم منه. من وجهه نظرك مين ممكن يقدر يعوض غير رمضان صبحي؟ ممكن كريم نيدفيد شويه، يعني ممكن احنا لسه، او حمودي، يعني لسه ما نعرفش، احنا ما نعرفش مين اكتر اللي هيكون له تأثير قوي في الفريق في النادي الاهلي، وهيسبب ده ان هيرفع مستوى النادي الاهلي في الفتره الجايه. جول رمضان شغال في العيد، شغال رمضان صبحي، رمضان الكرة المصرية.